مساكم الله بالخير ومرحبا بكم مليون. قبل ما نبدأ وصفة اليوم شيء على السريع. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. خلونا نكررها اليوم إن شاء الله والله يكتب لنا ولكم الأجر. وعلى طول ندخل في وصفة اليوم. وصفة اليوم عنوانها الباذنجان. ما شاء الله هنا عندنا باذنجان كمية حطيت منها على النار دايركت وبشغل، وهني كمية ثانية يمكن الأغلب خلاص فهم شو بنسوي الحين. كمية ثانية على صينية الفرن كذي نسوي. شوف لازم نفتح. ليش سموها هذه الوصفة بابا غنوج؟ قالت الأساطير أو قالت السوالف أو قالت الحكايات. خبرونا أنتم شو السبب التسمية. إن وين واحدة من البنات الشاطرات يعني كانت عند أبوه ما فيه أسنان، فحبت إن تسوي له أكلة لينة ناعمة يحبها يشتهيها، فقام سويت له هذا الأكلة وسموها بابا غنوج. غنوج باللبنانة يعني دلوع. فهذا الحكاية الموجودة عاد ما نعرف صحيحة ولا لا. ناخذ حبة الباذنجان هذا اللي شويناها ونحطها وين؟ على السولفان بمرة. ليش نحطها على السولفان؟ أساس تشوف كيف بنقشرها، يعني طريقة سهلة جميلة جدا ما تستوي وياك. فشوف شو تسوى. سواها بشكل هذا، تمسكها هيك تسواها بس خلها تبرد شوي أساس ما تحرق. وهذا اللي ياخذ وقت شوي في القلاية الهوائية. نقرب الثوم ونرش عليه ملح. ليش نحط ملح دائما على الثوم؟ أساس يساعدنا إن ندقه صح. فبسم الله. شوف الحين بمرة ينطحن وياك. نحط الثوم في الزبدية أو في صحلة أو ملة وياك. زين بعد الثوم شو؟ فلفل ملح شويه بسرعه عليك ذي. هذا ملح حق الوصفه كلها ترى لا تستغرب ليش حطيت طحينيه المحروقه هذا ما شاء الله. لا طحينيه كميه حلوين. بعد ذلك شو؟ زيت زيتون الوالد. بنحط زيت زيتون بعدين. انا نسيت شيء مهم اللي هو الرمان، بس ما مشكله عنده دبس الرمان. هذا دبس الرمان براس. هذا اهم شيء الليمون. بسم الله. صل ليمونتين حسب الكميه اللي وياك. شوف كيف صار عندك الدريسنج جاهز. الحين شو بنسوي؟ بنقطع الخضروات هذه اللي ويانا. نديها بالفليفله افضل لان الطماط فيه ماي وايد خيسنا الدنيا. فنريد نقطعها ناعمه. لازم هذا ضروريه من اساسيات البابا غنوج انه يكون الفرم ناعم جدا. خذ الفليفله الناعمه على طول على الدريسنج اللي سويناه نفس الحاجه. اهم شيء انه فرم ناعم. غيرت السكينه اساس اعرف فرم صح. شوف قصيناها كذي صغيره جدا بنقطع. نشوف شرايح صغيره. بسم الله. ننزل الطماط نفس الشيء. فروم البصل والنعناع والبقدونس نفرمهم ناعمين جدا. ضروري يكون ناعمين. بسم الله. الزبديه. الباذنجان شوي بردت اساس نعرف نعصرها الحين صح. فمن وين العذق ذهو قص كيف بطلت وياك. الحين تنعصر بكل سهوله. شوف صاخنا كيف ما سوينا شيء بس اوكي يعني. شوف تخلصنا من وايد كميه. شوف تخلصنا من وايد كميه. الحين الباذنجان ما يبغى شيء، سريع جدا. نزيد على الخليط هذا سيجي بالباكه انا في القلايه الهوائيه. هذا الباذنجان اللي طلعناه من القلايه الهوائيه نفس الطريقه. الباذنجان هذا ما يبغى وايد. الحين نحط الباذنجان كامل على الخضره اللي مسوينها. بعد خلط يا مخلط. هذا جازت ويانا. شوف كيف ما شاء الله القوام ممتاز جدا. عاد بنحط هني حق افطارنا. هذا عاد صب لها زيت زيتون وزينها عاد. يوم ما عندك رمان، يوم ما عندي رمان شو بزينها؟ بزينها بالسماق وبزينها بالطاحين هذا شويه بعد زي ما يضر. خلاص هذا حق فطورنا صارت جاهزه. وعلينا وعليكم بألف عافيه.